العسلامة يا جماعة، اليوم غادي نشارك معكم دجاجة محمرة، واحد التغميرة كتجي لذيذة ما تشبعش منه. نتمنى تعجبكم هاد الوصفة. تو غادي ندوز طريقة التحضير. المهم طريقة التحضير، نحتاج دجاجة على كيلو ونص على حسب أفراد العائلة. المهم الدجاجة اللي غسلنا بالخل والقرص ولا الليمون و... والملحة. المهم الدجاج تاعنا غسلنا نقينا كتشوفوا. المهم داو غادي نفوحها. عندنا القرص اللي حضرنا في الدار، مالح مش ملح برشا، 3 تروس تاع الثوم، وغادي نزيد كعبة تاع البصل وغادي نطحنوهم. المهم غادي نزيد شويه الماء وغادي نطحنهم. المهم جربوا هاد الطريقه، هاد الوصفه واحد الشيف حضر هاد الدجاجه محمر رافقه مع التغميره كتجي لذيذه. المهم الوصفه رائعه. المهم ديما كنحمروا الدجاج كنحضر الصوص. المهم لهاد التغميره غادي نحضرو في البصل كتجي رائعه. المهم صبينا هذيك الخليط كتشوفوا. تو غادي نفوح التوابل. المهم نحتاج المروزيه المغربيه 100% كتشوفوا، واحد الريحه يا سلام يا سلام. المهم غادي نضيف شويه الملحه، ما كديروش الملحه، حطي ضيفنا القارص. غادي نزيد شويه الفلفل الحاره، اللي يحب الحر يزيد الحر. المهم ضروري شويه الحر في الدجاج كتجي فيه رائعه. غادي نزيد فلفله كحل من مغرفه صغيره، وغادي نزيد الحرقوم البلدي ضروري في الدجاج، الحرقوم ملون تشوفوا. وغادي نزيد ورق تاع الرند، وغادي نفوح الدجاج تاعنا كتشوفوا. غادي نخلط نجم تخليوها الليله كامله حتى تشرب. انا غادي نثقبها الطريقه، غادي نضيف ديريكت ما نخليها لا تبدا حتى شيء. اللي عنده وقت يحضروها في الليل، الصباح يقوم يحضر الدجاج تاعو يحطو في الطنجره يطيبو، كتجي رائعه وكتجي فتيه. المهم غادي نضرب غادي نربط ساقايه تاع الدجاجه وتجي الدجاجه كتلم. غادي نربطها بالخيط. المهم الخيط تاع المطبخ، المهم موجوده الخيط تاع المطبخ البنات. المهم الطنجره غادي نحط فيها الدجاج تاعنا وغادي نصب فيها هذيك الخليط وغادي نمرقوها. غادي نحط فوق الغاز حتى تطيب ونحضروا التغميره. المهم تنجم تضيفوا الزبده ولا السمن مغرفه فقط. مهم لا نضيفوا لا الزيت لا حتى شيء، المهم المغرفه تاع الزبده. وغادي نخلي الطنجره تاع فوق الغاز تطيب. المهم تو غادي نقص البصل. المهم بلا بصل نحتاجو على حسب الدجاجه كبيره ولا صغيره. المهم غادي نقص البصل تاعنا المربعات الصغار ومن بعد نرجعو. المهم قصينا البصل تاعنا كتشوفوا. دابا حطينا الزيت في الطنجره وغادي نصب الشطر تاعو، غادي نخليها حتى يتحمر شويه ومن بعد غادي نضيف الباقي. المهم جربوا هاد الطريقه كتجي فيه واحد الغميره يا البنات، كتجي لذيذه ما تشبعش منها هاد الطريقه. ياخذ اللون الذهبي ومن بعد نصب الباقي. المهم صبينا البصل تاعنا كتشوفوا، وغادي نخلي البصل حتى يطيح، البصل حتى يطيب. ومن بعد الدجاجه تاعنا كتشوفوا كطيب.
المهم الطريقة ساهلة ساهلة، تحضرو في العشاء ولا في الغدا، الفطور تاع القايلة. كتجيبي دجاجة رائعة، المهم الدجاجة كتشوفو مرة كنتقب هكا تدخل فيها هاديك التوابل. المهم مورا البصل مرة كنحركو ما يتحرقوناش، المهم حتى يطيح البصل حتى يطيب، وبالمعلقة نطفي فيه الغاز. المهم البصل تاعنا كتشوفو طايب، غادي نزول هذيك الدجاجة صايي طابت. المهم تقلبو الدجاج حتى يتعرف في المرقة. المهم طايبة، كتشوفو الدجاجة صغيرة مش كبيرة، المهم على حسب كيلو ونص فيسع كطيب. وغادي نهزها نحطها في الطبق اللي غادي ندخلوها للفرن. المهم غادي ندهنها بشوية الهريسة والزبده، ندخلها الدجاج تاعنا في الفرن حتى تاخذ اللون الذهبي، حتى تحمر الدجاج تاعنا. نجم تقليوها في الزيت اللي كيحب تجيكم الدجاجه تقرميشه وتجي فيه اللون رائع، نجمو ولا ما تنجم تدخلها للفرن، حليها تتحمر على خاطرها. المهم نرجعنا هذيك لاصوص وكتشوفوا تو غادي نصفيو. نحينا هذيك القشور تاع الثومه، المهم الثومه ما قشرنا لحد شيء، غسلناها وطحنا ديريك، وغادي نصفيها هذيك المريقه. المهم هذيك المريقه صفينا كتشوفوا تا غادي نضيف هذيك البصل اللي قلينا بس شويه بالزيت. المهم ما كترنش الزيت، ضيفنا فوق هذيك الصوص، نخليه حتى يطيب على خاطرو. المهم غادي نضيف قليل من زيت الزيتون يخلي المريقه تاعنا حتى تطيب. المهم التغميره تاعنا كتشوفوا لا فيه لا قطيره تاع الماء، كتجي رائعه. والدجاج اللي خرجنا من الفرن كتشوفوا تنجم تحطوه في الفرن ولا تقليه في الزيت، كتجي رائعه. المهم اللي حاب شي حاجه صحيه يدخلها للفرن. المهم التغميره تاعنا كتجي واحد فيه الريحه يا سلام يا سلام، ما تشبعش منها هذيك التغميره. مش مالحه، حطينا هذيك القرص، المهم القرص اللي كنحطو في الدار مش مالحه برشا، كتجي فيها لا المالحه لا حتى شيء، وكتجي بنينه يا البنات. المهم هذيك الزيت اللي تقطرتها غادي نصب فوق الدجاجه، هذه واحد اللون رائع. المهم تحضروها في العشاء ولا كنهار الحد هكا يقعدوا الصغار، تحضروها الدجاجه ولا تحضروا على حسب افراد العائله، جوج دجاجات ولا كعبه دجاجه. المهم تحضروا كتشاهي وكتجي رائعه زينه بالقارص وكعبه تاع الزيتين، والصحه والراحه للجميع. المهم نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تجربوها. المهم خصوصا التغميره كتجي لذيذه الا جربتوها الطريقه بالبصل اللي قلينا في الزيت وصبينا في الصوص حتى توقفنا هذيك التغميره ما فيه لا الملح حتى شيء. المهم نتمنى تعجبكم هاد الوصفه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بالسلامه.